مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، شرطكم بخير جماعة بصحة وبسلامة. تعالوا نذكر بالضغط تعازر لك. مشروع انبوب الغاز المغرب نيجيريا وفق ما أكدته مصادر نيجيرية سيكون له تأثير إيجابي على بلدان الساحل الغربي لإفريقيا، وهو المشروع الأنسب والأأمن. لم يتأخر الرد على تصريحات تبون بعد أن كان يحاول التحريض للتشويش على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، حتى أتاه الرد من داخل نيجيريا. تم التأكيد على أن مشروع المغرب ونيجيريا يكتسي بأهمية بالغة، وعلى الرغم من تكلفته المرتفعة كما قال تبون، إلا أنه سوف يكون مفيد للغاية، لأنه سوف يمر بعدد من الدول. زد على ذلك يفيد بلدان غرب أفريقيا، ونحن نعلم أن التمويل الاتحاد الأوروبي عرض أن يدخل فيه، على رأسهم إسبانيا، زد على ذلك الإمارات. لذلك لا يوجد أبدا لأي تشويش بالعلاقات المغربية النيجيرية بما يخص الأنبوب، ودليل أن الجزائر تحاول فقط الإيقاع بين علاقات المغرب والدول الصديقة. موريتانيا، صحيفة موريتانية فضحت البوليسارو. صحيفة موريتانية قالت أن هناك عناصر من البوليسارو اخترقوا الحدود الموريتانية لتنفيذ عمليات عدائية ضد المغرب، ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك. نددت موريتانيا باختراق مجموعة تابعة لجمهورية الوهم حدودها الشمالية بمقاطعة بير أمغرين بولاية ترس أزمور، حيث يتواجد بكسرى المنقبون التقليديين عن الذهب، ثم قاموا بقصف القوات المغربية المرابطة بالمنطقة الصحراوية المغربية العازلة. طبعا أتاهم الرد السريع من الطائرات المسيرة، لكن بشكل عام عندما نرى البوليسارو يتسللون وفق الحدود الموريتانية، هذا يعني أن الجزائر تريد تخريب العلاقات المغربية الموريتانية. ما فعلوه البوليسارو أثار استنكار وغضب المنقبين الذين يتخوفون من أي رد فعل من جانب الجيش المغربي، وتعريض حياتهم للخطر من جانب العناصر المسلحة التابعة لجمهورية الوهم. أكدت المصادر ذاتها أن الهيئات النقابية للمنقبين الموريتانيين طرحت هذا الموضوع بشكل مستعجل على لجنة تسيير الطوارئ التي يترأسها والي ولاية ترس زمور. سبق للغزواني وعلى منبر الأمم المتحدة وقال لن نسمح لأحد أن يخترق حدودنا. ها هي البوليسارو من جديد تحاول استفزاز موريتانيا، تحاول الإيقاع بالعلاقات المغربية الموريتانية. من دفع البوليسارو؟ طبعا صنعتها الجزائر. وعندما نرى هذه التحركات الغريبة تجرى على الحدود، يجب أن يطرح سؤال: إلى ماذا ترسم الجزائر؟ الجيش الجزائري لا يريد فقط التشويش على علاقات المغرب وموريتانيا عن طريق البوليسارو، بل أيضا اليوم يقوم بعلاقات استخباراتية مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية. الجزائر تتخوف من سيناريو حرب على حدودها بسبب تواجد فاغنر الروسية وبسبب قوات حفتر. بلقاء لافت التقى شنقريحة مدير إدارة استخبارات العسكرية بقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية العميد محمود حمزة للتباحث حول إشكالات تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وقضايا أخرى. ماذا تباحث الطرفان حول آخر التطورات التي تقع قرب الحدود الجزائرية وحول آخر حشد لقوات حفتر؟ إذن الجزائر تدق ناقوس الخطر على حدودها، وبذات الوقت تحاول حمل شماعة خوفها على المغرب. كيف؟ الجيش الجزائري يعود للتلويح بالتحرك العسكري على الحدود مع المغرب. ما هذا التخبط الكبير على حدود موريتانيا، على حدود ليبيا، والآن على حدود المغرب؟ عاد الجيش الجزائري للتلويح بالتصعيد العسكري أمام المغرب، إذ أعلن بعث إمدادات إلى المنطقة العملياتية الجنوبية الغربية التي تشمل الحدود مع المغرب بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، وذلك بعد أيام من تصريحات تبون. وفق ما ذكرته مجلة الجيش الجزائري
تم التأكيد على اعتماد استراتيجية شاملة تغطي الجوانب اللوجستية والتقنية لدعم القوات المسلحة، مع التأكيد على أن المنطقة الجنوبية الغربية تحتل أهمية خاصة لدى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. ادعت الجزائر أن تحركاتها هذه تأتي بسبب الموقع الجغرافي الحيوي للمنطقة ومساحتها الواسعة وطبيعتها الصحراوية، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة. ومن هنا نرى أن الجزائر تتعامل مع المنطقة الحدودية مع المغرب كمنطقة قد تتحول إلى ميدان قتال بأي وقت، حيث تشمل مهام القيادة الجوية اللوجستية تخطيط وتوفير جميع الاحتياجات للجيش الجزائري من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووقود، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي وإصلاح المعدات وإجلاء الجرحى، أي أن هناك تحركات غير مفهومة داخل الحدود الجزائرية بالقرب من المغرب. السؤال الأنسب الآن الذي يطرح: ما القصة؟ ماذا يحدث داخل أروقة الجهاز العسكري الجزائري؟ انقسامات عميقة تهز المؤسسة العسكرية الجزائرية وشنقريحها بمرمى النيران. اليوم الشعب الجزائري يوجه اتهامات لاذعة لشنقريحة ولعائلته. هذا يعني مستقبل النظام السياسي بالجزائر سوف يكون متزعزع وسوف يؤثر على استقرار البلاد. يشهد المشهد السياسي والعسكري بالجزائر صراعات خفية على السلطة، حيث يتعرض شنقريحة لضغوط متزايدة من داخل المؤسسة العسكرية نفسها. فقد أبدى عدد من القادة العسكريين البارزين مثل قائد الجيش البري تحفظهم على سياسات شنقريحة، ووصف عدد كبير من الضباط الجزائريين أن تحركات شنقريحة وتبون أصبحت غير مفهومة، خصيصا بما يخص حشد القوات على الحدود. نحن نرى إذن اليوم انقلاب عسكري بالجزائر، نقول ضباط يختلفون الرأي مع شنقريحة. هذا يعني تشهد المؤسسة العسكرية الجزائرية أزمة عميقة، حيث يتعرض قائد أركان الجيش لهجوم شرس من داخل وخارج المؤسسة، وهذه التطورات تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام السياسي بالجزائر وتأثيره على استقرار المنطقة. فهمتم الآن لماذا يحاولون جذب الأنظار للحدود مع المغرب بسبب هذا التخبط الكبير الذي يعيشوه داخليا، وأيضا حالات القمع التي ما زالت مستمرة رغم نهاية الانتخابات، أي أن الجزائر متخوفة من أي سيناريو قد يندلع بداخلها، سيناريو حراك أو ما شابه ذلك. ولعل هذا التخبط كله يحدث قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن بأيام، وهذا ما ينذر أن الجزائر سوف تتلقى إذن صفعات متتالية، خصيصا ما يحدث داخل المخيمات قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن. كل الحب والتقدير. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله